ده اللي بيحصل اما بتيجي تاكل ساندوتش من عند اي حد فيه دقيق ابيض جوه معدتك. ده بقى اللي بيحصل في معدتنا اهو. بص، المعده حواليها حاجات ملزقه في الجدار، بتحاول تعصرها تعصرها تعصرها، والهواء فوق تبدا تطلع تطلع تطلع، توصل فين؟ توصل المريء. تعمل لك هنا ايه بقى؟ ارتجاع مريء. السائل يطلع يطلع يطلع، ما المعده تحت بتعصر 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 سائل، يبدا السائل يطلع فوق ويزق الهواء ويوصل للمريء، يعمل ارتجاع مريء. المعده دي هتبدا تنزل الاكل بتاعها بعد حوالي 3 ل 4 ساعات. بص، شايف لازق ازاي؟ اهو. شايف الماده الغرويه نازله منه ازاي؟ اهي. شايف جدار المعده بتاعتك ما نضيفش ازاي من العجين ده؟ لانه جلو، شبه الجلو. عشان كده البروتين اللي موجود هنا، البروتين اللي موجود اسمه ايه؟ جلوتين، جلو لايك. بص، ما بتنزلش من جدار معدتك، بتفضل لازقه في جدار معدتك. ادي شكل معدتك بعد ما فضت الاكل. اعاق الكونتراكشنز، ما خلاش تنقبض كويس، عمل ارتجاع وهو نازل لزق في جدار معدتك. لكن ده اللي بيحصل في معدتك اما بتاكل دقيق كامل الحبه. الدقيق كامل الحبه فيه جنين القمح، ما بيدوبش، فيه رده ما بتدوبش، فدايما بتخليه عباره عن ليه جرانيولر ابييرنس، دايما بتلاقيه عامل زي الحبيبات. المعده عماله تعصر تعصر تعصر، بس هو ايه؟ رخو، مفرول، مش مضايق الكونتراكشنز، فعمره ما يعمل لك ايه؟ عمره ما يعمل لك ارتجاع، لان انقباضات دايما المعده هو بيمتصها. بص اهو اهو، عمره ما يعلى في المريء عندك، ما يعملكش ارتجاع. فلما تيجي المعده تنظف نفسها منه، بص بتنظف نفسها ازاي؟ اهو. وبتيجي تنزله، هنعمل نفس اللي عملناه هناك. بينزل الاكل منها بالطريقه دي، قطع قطع قطع، ما فيش اي تماسك ولا تلاحم ما بينهم. المعده بتخلصها بسرعه، بتنزل الاكل بتاعها وبتفضيها في ميعادها تمام، ما يحصلش منها عسر هضم. تعال بص الجدار ده والجدار ده، شايف مين الترانسبيرنت؟ مين الشفاف؟ مين اللي خلص بسرعه؟ مين اللي نزل حاجته وما سابش حاجه جوه المعده باقل مجهود؟ بص، ده جدار معدتك بعد ما تاكل ساندويتش شاورما او تاكل بيتزا. شايف ده جدار معدتك بعد ما تاكل عيش